لو حاسس ان انت عندك الم في بطنك وفي اشتباه ان انت يكون عندك التهاب في الزايده الدوديه، فده حله اللي انت تعمل العمليه. طب هتعمل العمليه بالمنظار ولا بالجراحه؟ خلينا نشوف. التهاب الزايده ان هو التهاب في الزايده الدوديه نتيجه لوجود غالبا بيبقى انسداد فيها، فبتعمل التهابات، فتبتدي تعمل شويه اعراض زي الالم في البطن، زي الغثيان، زي ممكن تعمل خراج، ممكن تعمل تورم مطرحها وتاخد وقتها يعني لفتره طويله يعني. انما المهم ان كل اللي انا قلتهم في الاخر دول ما يحصلوش، يعني ما يحصلش خراج وما يحصلش الماسه اللي او الكلكيعه اللي موجوده دي. هنحتاج لعمليه الزايده لما يكون فيها التهابات او هيكون فيها انسداد او هيكون عمليه الخراج، ولكن احنا مش عايزين المراحل دي. او ممكن انها تكون فيها التهاب مزمن بيتكرر كل فتره، او انها يكون فيها حصوايه سد القناه بتاعتها. طبعا المنظار هو الحل الامثل في كل العمليات زي ما قلنا، لان هو بيورينا كويس وبيشخص لنا كمان كويس. يعني ايه؟ يعني انا اقدر بيه عن طريق الكاميرا بتاعته اللي انا اشوف المشاكل اللي احنا ممكن تتشابه معانا مع الزايده. ايه بقى الحاجات اللي هتتشابه معانا؟ مشاكل في المبيض، ممكن زايده في الامعاء، كل الحاجات دي حاجات بتتلخبط مع الزايده. وبالتالي المنظار ميزته ان هو هيورينا ده زي ما هيورينا الزايده، زي ما هيخلينا كمان نتعامل معاها ايا كان مكانها فين، وهيسهل لنا كمان انها يبقى الجرح صغير.